الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض فوانيس سهلة وبسيطة جدا من إعادة التدوير وكمان اقتصادية وغير مكلفة. فيلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول فانوس معايا أنا هعمله من إزازة المية، ودي إن شاء الله موجودة عندنا في كل بيت. أنا عجبني شكل الإزازة ديت فخدتها هستخدمها. قصيت معايا الجزء اللي فوق واللي تحت بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي وشلت القاعدة بتاعة الإزازة. قسمت الإزازة بس يعني فصلت الجزء اللي فوق عن الجسم مش أكتر. جبت عندي دايرتين من الكرتون يكونوا أكبر من الإزازة بحوالي كده 3 سنتي. وبعد كده بدأت إن أنا واحدة أفرغ فيها مكان وحدة الإضاءة والتانية سايباها سليمة. لزقت كده جزء أو قطعة لزق حوالين مكان الفتحة عشان بس أداري بيها الكرتون، أو ممكن أغلفها بالفوم مفيش مشكلة. أنا هنا هستخدم الفوم في الفانوس بتاعي. بعد كده هبتدي إن أنا أغلف الدواير بتاعتي بالفوم من الاتجاهين. هقفل برضو الجنب بتاع الدايرة بشريط من الفوم. خلصتهم بالشكل دوت. هجيب ايه كمان؟ قص عندي شرايط، الشرايط ديت يعني في تجويف موجود في الازازة انا خدته وقصيت على قده بالظبط. شرايط من الفوم. وطبعا انا مستخدمة فوم بلزق بالذات في الجزء ده علشان خاطر يسهل عليا. وفي نفس الوقت احنا عارفين كلنا ان السيليكون بيبقى سخن وممكن يسيح لنا البلاستيك، فعشان كده فضلت ان انا استخدم الفوم بلزق. فبدأت ان انا كده اخلص كل الاجزاء بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بنيجي نقصها بنقصها على قد بالظبط عشان تكون واحنا بنلزقها تكون مظبوطة. برضو نفس الفكرة، الغطا او الجزء العلوي بتاع الازازة فيه برضو تجويف بس رفيع كده. يعني قصيت شرايط رفيعة هبتدي ان انا اقفل بيها او احط فيها الفوم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هقفل كمان الاطراف بتاع طرف الازازة من تحت. وعندي نجوم صغيرة هبدأ اوزعها. هنا بترجع حسب ذوقنا، انا عايزة احط فيه او لأ. الاسترسات والزينة دي بترجع لكم، لو انا عايزاه سادة خالص يبقى مش هعمل حاجة غير ان انا اغلفه بالفوم بس. تمام. جبت بعد كده يعني الخطوة اللي هعملها معاكم دلوقتي دي اختياري، ممكن ممكن لأ. قصة نجوم معاكم كده صغيرة. وجبت معايا إبرة وخيط وبدأت إن أنا ألزق الطرف الخيط ما بين النجمتين. ولزقتهم على بعض بالشكل دوت. هاجي بعد كده طبعا أنا حاطة كمان يعني عاملة نجمة سودا وواحدة تاني بس أصغر شوية نجمة باللون التاني. وهبتدي إن أنا ألضم كده معايا كام خرزاية. اداني المنظر ده. انا محتاجة بس يعني هنا 4 نجوم 5 اللي انتوا عايزينه، ممكن من غير زي ما قلتلكم. هجيب معايا الدايرة المقفولة واحط الازازة في النص بالظبط وابتدي اعلم بيها، اضغط كده بيها على بايدي عشان تعلم لي دايرة في الفوم. وهبتدي ان انا اشتغل في نص الدايرة دي، يعني انا عملت الحركة دي علشان اقدر ان انا اوزع النجوم في قلب الدايرة ديت. ما بقاش يعني بتبقى بره او جوه، لا تبقى في المكان اللي هيكون داخل الازازة. وبعدي الابرة من الكرتون وبعد كده ببتدي بمسحة صغيرة من اللزق والزقها. هنعمل مع بعض واحدة كمان. طبعا انا هنا بوزعهم بشكل عشوائي، يعني مش عاملاهم بترتيب معين. بس برضو عاملاهم الارتفاعات بتاعة النجوم عالية وواطية زي ما انتوا هتشوفوا كده. فدي برضو بتديني منظر حلو للفانوس ومختلف ومميز زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة الخرز عشان يعملي زي تقل كده في النجمة تبقى النجمة متعلقة. هاخد بعد كده الجزء العلوي بتاع الازازة وهبتدي اثبته على الجزء اللي احنا ركبنا فيه النجوم او قطعة الكرتون دي يعني. عندي الخيوط اللي هي بتاعت بوكسات الهدايا اللي هي بتبقى ملونة فيه منها كل الألوان، يعني الكيس ده ب5 جنيه. أنا بصراحة معرفش دلوقتي بكام أو ممكن يكون الأسعار بتختلف مش عارفة. بس أنا كنت جايباه ب5 جنيه. وهبتدي دلوقتي كده أحط شوية من الخيوط ديت جوه الجزء بتاع الإزازة من فوق. وهقفل الغطا وهبتدي إن أنا أغلفه بقطعة من الفوم. برضو انا ممكن يعني لو ما عنديش الخيط ده مش لازم اشتريه خالص. ابسط الامور لو عندي شوية خرز، عندي شوية فوم، لو فوم اللي هو البواقي والقصاقيس اللي بتطلع معانا نقصها كده حاجات صغنونة كده بالمقص. هتديني منظر برضو حلو جدا وملونة. وهنحطها هتديني منظر حلو. الحاجات دي كلها بتفرق جدا في شكل الفانوس وبتخليه مختلف ومبهج شوية.
بعد كده هبتدي بقى نكمل او نركب الجزء العلوي بتاع الفانوس بعد ما خلاص خلصناه، وهبتدي ان انا اثبته. بس هنا بقى بحط النجوم في النص بالظبط، عشان بس ما تتلبخش معايا وانا بلزقها، او تلزق معايا من اللزق اللي موجود على الازازة، فبحطها في النص وابتدي ان انا الزق الجزء بتاع الازازة بتاعي. ده كده شكلها. ده الشريط ده انا مطرزاه على ايدي، وكنت عاملة بيه فيديو قبل كده من فترة، فلو حابين ان احنا ناخد خلفية عنه، طبعا ده مش بنستخدمه في فوانيس بس، انا بستخدمه في اي حاجة انا محتاجاها، حتى في الملابس لو انا حابة يعني، وبنعمله حسب الشكل اللي يناسبنا. نرجع كده للفانوس بعد ما خلصت، ركبت كده الشريط بتاعي وهبتدي ان انا اثبت الجزء الاخير. كان عندي دي حلقة ستارة، لفيت عليها شريط كده من الفوم غطيتها بيه، حطيت وحدة الإضاءة بتاعتي، وما شاء الله اداني فكرة الفانوس البسيط الجميل دوت، مختلف ومميز. انا هنا سايبه الجزء بتاع الازازه بيتفتح من فوق، لو انا حابه احط فرع الليد، يعني احط نور من فوق كمان ممكن، على حسب ما انا عايزه. انا حبيت برضو اوريكم الخطوه دي. بس كده دي النتيجه النهائيه لفكره الفانوس بتاعنا، ازازه ميه حولناها لتحفه ما شاء الله، وفكرته جميله ومميزه. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اختكم باللايك وتعليقاتكم اللي بتدعمنا وتحفزنا ان احنا نكمل مع بعض ان شاء الله. تعالوا بينا كده نسمي الله ونشوف مع بعض فكرة الفانوس التاني. الفانوس ده بقى قمر كده ان شاء الله يعجبكم. عندي المقاسات اللي احنا شايفينها دي، حلو. خدتها رسمتها على ورقة كده، وباخدها بحطها على الكرتون واعلم بيها الباترون بتاعي. هبتدي اغلف الفانوس بتاعي بايه، انا هستخدم لزق الليزر، ممكن استخدم اي خامة انا عايزاها. ان شاء الله لو عندك حتى ملابس شكلها كده حلو حابة تغلفيه بالهدوم، مفيش مشكلة. ممكن يبقى عندك اي تيشيرت قديم بلون اللي انت حباه تقدري تغلفي بيه، مش هيفرق اي حاجة. دي بترجع حسب الذوق او حسب الامكانيات كمان. خلصت كده معايا ومجهزة معايا 6 اجزاء. انا هعمله فانوس سداسي بس شكله لذيذ. هبدأ دلوقتي غلفت الكرتون بتاعي بألوان مختلفة من اللزق الليزر. اللهم صل على النبي، هو العمود كله آخر مرة سألت عليه قريب كان ب17 جنيه ونص، عشان لو حابين نشتري عمود ارخص طبعا من ما اشتري بكرة واحدة كده لوحدها. لزقت كده عملته الوان، حبيت ان هو يبقى ليه مبهج كده، او ممكن اعمله لون واحد برضو زي ما احب. بدأت ان انا بعد ما لزقته بعمل مسحة صغيرة كده كده من اللزق جوه، عشان اتأكد انه لزق معايا تمام. جبت دايرة من الكرتون بمقاس 8 سنتي، وهبدأ دلوقتي كده ان انا افرغ او احدد الاول الشكل السداسي اللي هو الصغير. والمكان اللي انا حددته ده هجيب وحدة الإضاءة واحطها كده واعلمها، عشان انا عايزة اعمل وحدة الإضاءة او مكانها متفرغ على القد بالظبط. فرغتها بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي، وبعد كده هبتدي ان انا امشي على الدايرة دي مرة شريط اللون ده ومرة اللون ده، وهكذا لحد ما اخلص الدايرة بتاعتي كلها. بصوا ما شاء الله شكلها مختلف ومميز جدا، وهو كفاية ان انا يعني انا غلفتها، وبعد كده حطيت شريط حوالين مكان وحدة الإضاءة. جبت معايا شريط الاسترس اللي هو الصغير او الرفيع ده، هحدد بيه او ازين بيه الفانوس بتاعي، وبخلص كل الاجزاء بنفس الشكل. بعد كده هبتدي اركب الدايرة بتاعتي فوق الجزء السداسي. عايزة اقول لكم احنا عارفين الجو برد واللزق بينشف بسرعة جدا، فنستخدم اللزق يكون سخونيته كويسة عشان الحاجة ما تفكش معاكم. عندي ازازة الحاجة الساقعة الصغيرة ديت، خدت منها الجزء اللي في الوسط، يعني استغنيت عن القاعدة واستغنيت عن الجزء العلوي بتاع الازازة، انا خدت الجزء اللي في النص بس، كله كده على بعضه. هبدأ دلوقتي فيها كده زي اماكن كده متفرغة، لزقت فيها. كان عندي اللي هو الترتر قشر السمك، بدأت ان انا اوزعها عليه. ممكن مش عايزة، ما مفيش مشكلة، بس حبيت ان هي دي برضو هتبين لي الازازة، لان انا مش هحط على الازازة اي شغل تاني. بعد ما لزقناها زي ما انتوا شفتوا، عندي بعد كده الخطوة الأخيرة اللي هو المثلث بالمقاس اللي انتوا شفتوه دوت. هاخدها برضو كده المثلث ده بعد ما قصيته على الكرتون، هغلفه برضو بنفس الشكل، وهشيل جزء صغير جدا أو سن المثلث من فوق بعد ما أغلفه.
وهبتدي اجمع برضو الاجزاء بتاعتي كلها جنب بعضها بالترتيب الالوان اللي انا احبها، وهقفلها بنفس الشكل. بعد كده هبتدي اجيب برضو معايا، يعني انا برضو الخطوة دي اختياري، عندي نجوم صغيرة برضو لازقة، يعني لازقة نجمتين، ما بين النجمتين قطعة خيط بس مش اكتر. وهبتدي ان انا ما بين كل طرف مثلث والتاني هبتدي احط النجمة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. حلو كده. بعد كده هبتدي برضو احدد الفانوس بالشريط الاسترس اللي هو الصغير دوت. لو انا مش حابة اضيف له حاجة مفيش مشكلة، وهخلص كله بنفس الطريقة. تمام. بعد كده جبت معايا اي حاجة، قطعة سلك، اي حلقة ستارة، اي حاجة اعملها يد للفانوس، وهركبها الاول واثبتها كويس من الداخل قبل ما اركب او الجزء ده. جبت قطعة كرتون هنقول في حدود بمقاس 7 سنتي، وهبتدي ان انا الزقها، بس اهم حاجة تكون داخلة لجوه شوية، لان انا لو مركبتهاش قبة الفانوس دي هتنزل على الازازة كده شكلها مش هيبقى لطيف. فبركب قطعة الكرتون اللي احنا ركبناها دي مهمة برضو. وهبتدي ان انا بعد ما لزقتها هحط كده شوية اللزق بتوعي، وهبتدي اثبت القبة زي ما انتوا شايفين، وحطيت كل لون قصاد اللون بتاعه، يعني فوق الاصفر تحت اصفر زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله مبهج جدا وشكله لطيف وحلو، يا رب يكون عجبكم. برضو يعتبر مميز وببلاش، وحطينا فيه وحدة الإضاءة، وده الشكل النهائي للفانوس. زي ما انتوا شفتوا بسيط وسهل وفكرته مميزة جدا. ما خدش مننا لا وقت ولا مجهود على فكرة، بس انا بحب اعمل لكم كل حاجة واشرحها لكم. يا رب اتمنى بجد يكون عجبكم، واتمنى تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وايه اكتر فانوس النهاردة عجبكم، واي واحد فيهم هتنفذوه. وتعالوا بينا نشوف مع بعض فكرة الفانوس اللي بعد كده، برضو هو تحفة جدا ويعتبر برضو مميز، فان شاء الله يعجبكم. الفوانيس كلها النهاردة جميلة واقتصادية، اتمنى ان انتوا تنفذوها، وكلها حاجات يعتبر ببلاش. الفانوس التاني انا هستخدم فيه ازازتين حاجة ساقعة، واحدة اللي هي 2 رتل، واحدة هي اللي 1 رتل، وطبعا الازايز الشفافة. هعمل ايه؟ هبتدي اجيب معايا شرايط من الفوم، وهبتدي ان انا الزقها على اطراف الازازة كده من فوق ومن تحت. وهكرر نفس الخطوة في الازازة الصغيرة كمان. انا خدت طبعا الجزء اللي في الوسط بتاع الازازة. عندي بقى هنا قطعة كرتون، عندي غطي علب سمنة، غطي برطمانات. ما عندكيش كل الكلام ده هتقصي كرتون وتعملي زي ما احنا بنعمل. انا استخدمت كل على حسب اللي عندي. يعني مثلا جبت قطعة كرتون تكون أكبر من الإزازة ب2 سنتي، وبعد كده لقيت عندي غطي كتير، ركبت واحد فوق واحد لحد ما اداني كده المنظر اللي هنشوفه مع بعض ده. بعد ما غلفت كده، لزقت غطا البرطمان السمنة وغلفته بشريط من الفوم، ما غلفتوش كله. ليه؟ عشان حرام ما اغضبش الفوم معايا كتير. والغطا التاني كان غطا كده دبل ملزوق في بعضه، ببتدي ان انا برضو غلفته باجزاء صغيرة من الفوم. وده كان غطا برطمان صغير، خدته برضو عملت بيه الجزء العلوي او قبة الفانوس. هستخدم ايه؟ طبعا الفينش بترجعلك زي ما قلتلكوا، ان انا هجيب الشريط اللي هو السيلفر، حبيت ان انا ادخله مع الاسود، وبدأت ان انا اوزعه على اللون الاسود بتاعي. والقاعدة طبعا زي ما اتعودنا بنعمل منها مكان على قد وحدة الإضاءة اللي هنركبها أو اللي موجودة عندنا. لزقت الإزازة الكبيرة الأول، وبعد كده هبتدي ألزق الإزازة الصغيرة، بوزع عليها اللزق وادخلها ألزقها من الداخل. بقت معايا بالشكل ده، وأهم حاجة أضغط عليها كويس. عندي فراغ ما بين الإزازتين، حلو كده. هجيب معايا اللي هو خيط الزينة أو خيط اللي قلتلكوا عليه بتاع بوكس الهدايا، هدخله ما بين الإزازتين. تمام. بعد كده هبتدي اجيب عندي كور الفوم، عندي نجوم، عندي خرز، اي حاجة نقدر نحطها ما بين الازازتين عشان تديني شكل مختلف زي ما قلتلكوا للفانوس. ادتني المنظر اللي احنا شوفناه دوت. بعد كده هبتدي نلزق قبة الفانوس. تقريبا برضو فكرة الفانوس خلصت، بس برضو تحفة جدا. عايزة اقولكوا والله الفوانيس بجد على الطبيعة حاجة، وفي التصوير حاجة تاني خالص. فبجد اتمنى تكون الافكار النهارده عجبتكم. انا كده خلاص بركب اخر جزء زي ما انتم شايفين،
ويعتبر كده تقريبا خلاص. وزي ما قلت لكم كل مرة اي جزء بركبه لازم اضغط عليه كويس جدا، عشان في البرد ده بيقفش وممكن تلاقوه مش ملزوق كويس، فبضغط عليه لحد ما ينشف تماما. جبت اخر حاجة هنا معايا، كان عندي حلقة من اكسسوار قديم، لفيت عليها شريط من الفوم رفيع جدا، وبدأت ان انا الزقه كده كيد للفانوس. ما شاء الله الافكار جميلة وبسيطة ومختلفة. ولو ما شاء الله شفنا تكلفة الفانوس مش هنلاقيه حاجة جنب الاسعار اللي بنسمعها. اتمنى ما تكسلوش ونفذوا الفوانيس، هتعجبكم ان شاء الله، النتيجة رائعة. زي ما قلت لكم احسن بكتير من التصوير. فاتمنى ما تنسوش اختكم باللايك والشير والاشتراك في القناة لو بتشوفونا لأول مرة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.